والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا أشكر الحضور على هذا الاهتمام، كل واحد باسمه، وإذ نجتمع في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله في هذا الجمع العام لتأسيس فرع عملت عين سبح الحي المحمدي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم. وحقيقة الوقت اللي اتصل بي السي عبد الاله وقال لي بأنه تم اختياري كرئيس لهذا الفرع وأنه غتوصل تزكية، اللي ما كانش عندي تردد لقبول هذه المسألة هذه، لأنها تدخل في خدمة الوطن وتدخل في اختصاص يعني ما نقوم به من أنشطة رياضية وثقافية وفنية. كذلك الإخوة اللي اقترحت عليهم باش يكونوا معنا في المكتب وفي التأسيس كذلك لم يترددوا، لأن مسألة وطنية ومسألة تهم الجميع. نقبل اعتذار بعض الإخوة اللي ما حضروش، وكذلك بعض الأخوات اللي ما حضروش لظروف خاصة. وبهذه المناسبة يعني الكلمة اللي غادي نقولها هي واحد نبذة قصيرة عن الهدف الرئيسي من هذا التزكية أو من هذا التأسيس ديال هذا الفرع. لأن شحال واحد دابا كيسمع المنظمة المغربية للملكيين، فكما قال لي واحد الأخ قال لي كيفاش دابا المنظمة ديالكم نتوما كتعتبروها بحال ديالكم؟ على حنا ماشي ملكيين، حنا كلنا ملكيين، كنا كنحبوا الملك وانتم الملك وكنحبوا الوطن، يعني بحال اقتصرتوا نتوما على انكم بوحدكم هما الملكيين واننا حنا كلنا مغاربه. لا، فهمتي؟ لا، راه هذا تفسير خاطئ، لان الهدف الرئيسي ديال المنظمه وهو دعم النظام الملكي عبر العالم. فين ما كان شي نظام ملكي المنظمه يعني تدعمه، لأن النظام الملكي في أي بلد هو اللي كيعطي الاستقرار والأمن والأمان لهذيك البلد وهذاك الشعب. إلا خدينا مثلا المغرب مثلا منذ قرون وهو مستقر الحمد لله، عمره ما وقعت فيه مشاكل سياسية أو كذا، كيوقعوا بعض المناوشات ولكن دغيا كذلك. علاش؟ لأن كاين واحد الرمز اللي هو الملك اللي كتدور عليه يعني الشعب كامل كيجتمع عليه، ما يمكنش تخرج على الملك. بعض الدول اللي كتكون مثلا فيها جمهوريه كتلقى الرئيس طلع بواحد الاغلبيه بسيطه، فالوقت اللي كيكون مثلا واحد الاضرابات ولا دغيا كتشعل كما تنقولوا. علاش؟ لان ما كاينش واحد الرمز حقيقي اللي كتجتمع عليه الامه كما في النظام الملكي. واذا شفنا مثلا المملكه العربيه السعوديه، الاردن، سلطنه عمان، المغرب، كلهم عندهم ملكيين. كذلك حتى في الدول الاوروبيه، ماشي غير في الدول العربيه والاسلاميه، حتى في الدول الاوروبيه، الدول اللي فيهم الملكيه ما كيكونش فيهم اصلاح، بحال بلجيكا، بحال الدنمارك، بحال السويد، بحال بريطانيا. هادو دول عندهم ملكيه ولكن ما عندهمش مشاكل. علاش؟ لان عندهم واحد الرمز. كذلك حتى اسبانيا كاع اللي كتكون فيها اللي زعما قريبه وفيها بزاف ديال المشاكل، ولكن ديما كيرجعوا للملك لانه هو واحد الرمز اللي كيدير الاستقرار ديال هذاك ديال البلد. واذا جينا نشوفوا حتى في تاريخ الانسانيه كلها، الله سبحانه وتعالى اعطانا امثله في القران الكريم على اساس على الملك. فهذا الملك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. شوف الايه الكريمه باش مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فالملك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى، فاذا اعطاك الله شيئا فيحميك به. ماشي بحال مثلا انتخابات عندك 47% هذا و53%، نص ديال البلاد ما باغاكش ورغم ذلك انك انت رئيس. فما يمكنش، هذا ليس بعدل. هي ديمقراطيه ولكن ليست بعدل، لان نص ديال البلاد ما باغاكش. كتلقى فرق ديال نقطه ولا جوج في الانتخابات، ولكن ذاك هنا كيتجلى سميتو الاهميه ديال الملك وديال السلطنه في بين اي شعوب. ملي كيحمي الله سبحانه وتعالى الملك فطبيعي انه حتى الشعب والناس اللي كيكونوا تحت هذاك الملك تيكونوا محميين امان واطمئنان واستقرار. فهذه فقط بغيت نقولها للتذكير.
انتم اقرب هذه المسائل هذه، فان شاء الله نتمنوا من هذا الفرع التاسيسي ديال المنظمه هنا في عمليه عيد السبع يكون عنده واحد الاشعاع ان شاء الله بكم، وكل واحد غادي يعطي من عنده على حسب الفكره ديالو، على حسب التصور ديالو. من بعد يعني بطبيعه الحال ما غاديش نديروا الفرع ونديروا في الوراق ونديروا في الجوره ونخليوه، لا خصنا نشتغلوا حنا. كل واحد عنده اشتغال، عنده الاشتغالات ديالو، عنده مسائل ديالو، ولكن نعطي واحد شويه ديال الوقت لهذا الفرع لانه يقدر يمشي تماشيا مع العمل. مثلا كاين اخواننا اللي عندهم جمعيات، فالجمعيه ملي كنقولوا جمعيه فالمنظمه كذلك هي جمعيه والفرع كذلك هو جمعيه، يقدروا يمشيو بجوج في خط واحد. وهذا تيدل على انه مثلا تنكونوا كاننا نخدم الوطن بطريقه غير مباشره، هي مباشره ولكن تتبان بانه علاش؟ لاننا كنخدموا بزاف ديال المواضيع في اطار واحد. فالهدف من التاسيس ديال هذا الفرع وهو انه نبدلوا المنظمه في عمليه عيد السبع حي محمدي، وبغينا ان شاء الله تكون واحد النموذج يعني مغاير للفروع الاخرى. حنا ما كنقصوش من الفروع الاخرى، ولكن بغينا نكونوا احسن، بغينا نكونوا افضل، وبغينا نعطيو الاشياء اللي نتميزوا بها عن الفروع الاخرى ان شاء الله. وكنطلب منكم السماح، والسلام عليكم ورحمه الله. قبل ما ناخذ الكلمه بغيت نوضح شي هو رمز الاستقرار ديال المغاربه كاملين، هو ضامن الاستقرار ديالنا من بعد الله سبحانه وتعالى. حيت تنقولوا الفرق بين الملكي والغير الملكي هو الانسان اللي ما تيمشيش بالمسيره ديال سيدنا الله يسلمك. الانسان اللي تيمشي المخططات ديال سيدنا نعتبره ملكي، وخارج عن المخطط ديال سيدنا غير ملكي، لان هذاك ماشي منا. هاد الانسان ما تيؤدي القسم وما تيخدمش من اجل هذاك القسم لا نعتبره ملكي ونحاربه. اما الانسان اللي غادي المخطط ديال سيدنا دائما حنا معاه وبجنبه وندعموه، هذا هو الفرق ما بين الملكي والغير الملكي. الملكي هو الذي يصلح، الملكي هو اللي تيكون بجنب سيدنا، تيكون دائما في الشده وفي الرخاء وفي جميع الامور، هذا هو الملكي. وحنا الملكيه ندعموها وندعموا النظام، واللي ضد الملك راحنا ضده، ونحن ندافع عن الثوابت والمقدسات ديال وطننا الغالي والعزيز. وتحياتي قبل ما نعطي الكلمه ديالي. عضو المكتب التعاضدي للمنظمه المغربيه للملكيين عبر العالم، السيد ضعيف الاله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومربي الأمة. معكم أخوكم ضعيف الإله، منسق جهة دار بلا ستاركس وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم. أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء وعضوات المنظمة بقيادة الرئيس العام السيد دريس الغزالي، كما العادة طبقا للقانون الأساسي في تأسيس الفروع المحلية والإقليمية، قررت المنظمة بتزكية السيد محمد حمام بتأسيس الفرع المحلي بعمالة مقاطعة حي محمدي عين السبع للمنظمة المغربية للملكيين عبر العالم. وبهذه المناسبة أقدم شكري كبير للسيد العامل والسيد الباشا والقائد وجميع مكونات الأمن الوطني وأعوان السلطة بعمالة ومقاطعة عين السبع حي محمدي على مساعدتهم للمجتمع المدني من أجل أن يلعب دوره الحقيقي في خدمة الوطن والمواطنين والصالحين والدفاع عن ثوابت ومقدسات وطننا الغالي والعزيز بقيادة رائد الأمة وضامن استقرارها من بعد الله سبحانه وتعالى. كما أشكر اللجنة التحضيرية لهذا الجمع العام بقيادة أخي السيد محمد حمام على هذه المجهودات الجبارة، وأطلب من الله أن يوفقه في مهامه الجديد مع إخوانه في تأسيس هذا الفرع المبارك. ولكم مني جميعا كل الاحترام والتقدير والمحبة الوطنية الصادقة، ودائما تجمعنا القيم المشتركة بحب الله وحب الوطن وحب الملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. برقية ولاء مرفوعة إلى السلطة العالية بالله صاحب جلالة محمد السادس نصره الله، بمناسبة تأسيس فرع المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم، فرع
عمالة عين سبيل حي محمدي الصخور السوداء. أصالة عن نفسي محمد حمال، ونيابة عن كافة مناضلات ومناضلين المكتب وأعضاء الجدد للفرع الإقليمي ولجهات الدار البيضاء السطات، نتقدم بأزكى التهاني وأطيب الأمان لسدتكم العالية بالله، ونغتنم يا مولانا هذه المناسبة العظيمة لنرفع إلى مقامكم الأرقى آيات الولاء والطاعة والتبريك والإخلاص، راجين من العلي القدير أن يعيد مثل هذه المناسبات بدوام العز والتمكين، وعلى شعبكم الوفي بتحقيق ما تسعون إليه منذ اعتليتم عرش أسلافكم منعمين من سعادة شعبكم ورقيه وازدهار مملكتكم الشريفة، والسهر على صون عزها وكرامتها وإنجاح تقدمها في كافة المجالات في ظل سياستكم الحكيمة وحرصكم الدائم. وإننا يا مولانا جد سعداء لما توالى من التنمية والإصلاح على يديكم الكريمتين، بما جعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز بإشعاع جهود جلالتكم الحميدة. حفظكم الله يا مولانا بما حفظ به الذكر الحكيم، وأدامكم لهذا الوطن منارا عاليا وسراجا هاديا، وأبقاكم ذخرا وملاذا لهذه الأمة تصونون قدرها وترفعون شأنها وتحمون دينها وحماها. وأقر عين جلالتكم بولي عهدكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن والأميرة الجليلة لاله خديجة، وشد أزركم بصاحب السمو الملكي الأمير جليل مولاي رشيد وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع قريب وبإجابة جدير. خديم الأعتاب الشريفة السيد محمد حمال، رئيس فرع المنظمة الملكية للملكيين عبر العالم. والسلام عليكم.